كام يوم كان في فيديو انا بعمل اللي عليا وبلاش تقول كلمة والباقي على الله، لان كل امورك بيد الله. جت لي الرسالة دي. ازاي تتأكد انك بتعمل اللي عليك لما تكون بتعمل اللي عليك وبتذاكر وبتجتهد وانت عندك رضا ان النتيجة لما تظهر ايا كانت هي ايه النتيجة تقول الحمد لله. لو السنة اتعادت 100 مرة مش هعرف اعمل اكتر من اللي انا عملته، انا جبت اخري. تكون عامل اللي عليك وانت عارف ان النتيجة لما تظهر هي نتيجة تعبك ومجهودك. تكون عامل اللي عليك وانت قاعد بتذاكر حاطط قدامك فرحتك وفرحة اهلك. عامل اللي عليك وانت قاعد بتذاكر عارف ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيضيع تعبك. عامل اللي عليك وانت متوكل على ربنا سبحانه وتعالى وسايبها بالكامل على الله. تعرف ان انت عامل اللي عليك لما ما تلاقيش حاجة تانية تعملها. تعرف ان انت عامل اللي عليك لما تكون انت راضي عن نفسك ومتوكل على ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة. نيجي بقى نشوف يعني ايه توكل على ربنا سبحانه وتعالى. توكل على الله سبحانه وتعالى انك بتتوكل على ربنا ومش بتتواكل. يعني ايه التوكل؟ هو ان انت تسعى وتعمل كل اللي عليك وكل اللي تقدر عليه علشان في الاخر عارف ان ربنا رايد لك الخير. التوكل هو انك تسعى عشان تحقق اللي بتحلم بيه وعندك يقين وثقة ان ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لك الخير اينما كان. اما بقى التواكل على الله انك تكون قاعد مكانك ما بتعملش اي حاجة، لا بتذاكر ولا بتجتهد ولا بتروح دروس، وتقول هو كده كده ربنا يريد لي الخير، ربنا كده كده اصلا هيكتب لي اللي فيه خير ليا من غير ما تبذل اي مجهود. ده التواكل. تعالى كده نشوف في القرآن الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها فيها دعاء ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا جه في اخر الايات خالص قال ايه؟ فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم. يعني السبب الرئيسي في ان ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم دعواتهم ان هم كانوا بيعملوا، ما كانوش بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى ويتواكلوا ويتركوا الاسباب، لان اخذ الاسباب سبب مهم جدا في استجابة الدعاء. فلو انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى وعندك تواكل اعرف ان دعائك مش هيغير القدر. اقرب مثال لكده لو افترضنا مثلا اتنين نزلوا البحر، واحد بيعرف يعوم والتاني ما بيعرفش يعوم. اللي ما بيعرفش يعوم قاعد يدعي ربنا ان هو ينجيه، بس اللي بيعرف يعوم ده اخد بالاسباب قبل ما ينزل البحر وتعلم العوم. مين اللي هيعدي البر التاني؟ اللي قاعد يدعي ربنا وهو اصلا ما بيعرفش يعوم وما اخدش بالاسباب وتعلم ان هو يعوم اصلا، ولا اللي اخد بالاسباب وتعلم العوم؟ خد بالاسباب وذاكر واجتهد عشان لما النتيجة تظهر تقول الحمد لله دي نتيجة تعبي، عشان لما النتيجة تظهر تقول لو السنة تعادت 100 مرة أنا عملت اللي عليا ويمكن أكتر كمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإن هزت رياح اليأس مركبنا فحسن الظن بالله ينجينا.